لأن أجمع المؤرخون أنه ليس هناك مصيبة على مر التاريخ أعظم من مصيبة الحسين، ليس هناك بلاء على مر التاريخ أعظم مما ابتلي به الحسين عليه السلام، وإلى جانب الحسين شريكته زينب صلوات الله وسلامه عليها، شريكته في كل شيء، حتى أن مصائب زينب يقول العلماء أعظم من مصائب الحسين. يقول ليش؟ يقول لأن زينب مشت مع الحسين من المسير، وصلت إلى كربلاء، استشهد الحسين، توقف بلاء الحسين، مصائب الحسين هنا توقفت، بلاؤه، ابتلاؤه، امتحانه، اختباره هنا انتهى، ولكن زينب أكملت، سبي، ضرب، آلام، نساء، أطفال، حتى ماتت زينب كمدا وحزنا على أخيها الحسين. زينب صلوات الله وسلامه عليها التي ما كفرت بالله بل آمنت وحمدت الله، وقالت عندما قال ذلك الظالم: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا. إيمان، تصديق، توكل. زينب صلوات الله وسلامه عليها التي كانت صادقة في إيمانها وثبتت وصبرت حتى اللحظات الأخيرة. زينب أيها الأحبة ما تقاعست حتى عن نصرة أخيها الحسين. أصحاب المقاتل يقولون: رمت بنفسها على جسد الحسين، تقول للشمر: اقتلني قبل أن تقتله. ما قاعست زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما امتحنت وابتليت ظهر جوهرها وظهر معدنها، فكان ظاهر زينب كباطنها يتلألأ نورا. زينب الصابرة، جبل الصبر، زينب أم المصائب، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. زينب أيها الأحبة الثابتة شريكة الحسين من اليوم الأول. الحسين عليه السلام جاء أمير المؤمنين بالحسين إلى رسول الله، قال: يا رسول الله سمه. قال: ما كنت لأسبق ربي. فنزل جبرائيل قال: سمه على اسم ابن هارون الثاني. قال: ما كان اسمه؟ قال: كان اسمه شبير. قال: يا جبرائيل إن لساني عربي. فقال: سمه حسين، فأسماه حسين. ولما ولدت زينب أيضا جاء أمير المؤمنين بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهبط جبرائيل بأمر من الله أسماها زينب، فبكى عليها رسول الله عند ولادتها وقال: هاي الكلمة الباكي عليها كان كمن بكى على أخويها. من اللحظات الأولى الحسين قدم ولدين، زينب قدمت أيضا ولدين. زينب ماذا فعلت؟ أظن أنها والله تعال ولدي اذهب إلى أبيك، اذهب إلى خالك الحسين ويلا قاتل دونه. لا، اغتسلا في أول شبابهما، اغتسلا، غسلتهما، نظفتهما، طيبتهما، كحلتهما، أعطتهما لباس الحرب ولامة الحرب. الآن اذهبا لنصرة الحسين. لما جاء إلى الحسين عليه السلام الحسين ما قبل، قال: لا، ارجعا إلى أختي زينب، لعل عبد الله بن جعفر ما يقبل. عادا أماه إن خالنا الحسين لم يأذن لنا بالقتال. فجاءت زينب تجر أذيالها
أخي أبا عبد الله لما لم تأذن لهما بالقتال يا نور عيني؟ قال أخي لعل عبد الله بن جعفر ما يقبل. قالت إن عبد الله بن جعفر هو الذي أمرني أن يقدما بين يديك في كربلاء. فنزلا إلى الميدان قاتلا، فلما قتلا وجيء بهما إلى المخيم زينب ما خرجت من الخيمة. تعرف ليش؟ حتى ما ينكسر قلب الحسين إذا شافها تبكي على ولديها على أبنائها. ما خرجت من الخيمة، بقيت في الخيمة. زينب شريكة الحسين. زينب أيها الأحبة، وإلا العقل يتصور أن تنظر إلى امرأة جلست إلى جنب أخيها، تشوف أخاها في آخر لحظات حياته، تشوف الحسين في آخر لحظات حياته. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. إلهي لئن قطعتني بالحب إربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي رضا برضاك لا معبود سواك. إلهي خذ حتى ترضى. الحسين حول كربلاء إلى ساحة للعبودية والعشق الإلهي. كذلك الأمر زينب حولت كربلاء إلى ساحة عبادة وعشق وتضحية وبذل ووفاء. اللهم تقبل منا هذا القربان.